أهلا بيكم. النهاردة هنبص بتركيز أكتر على آخر أخبار الفنان محمد رمضان. في مقال صحفي كده وصل لنا مؤخرا، هو ده هيكون الأساس اللي هنتكلم منه. يعني الهدف إننا نشوف إيه الصورة اللي المصدر ده بيرسمها عن شغله وتحركاته الأخيرة. تمام. والمقال ده بصراحة بيغطي كذا حاجة، يعني من أغاني جديدة لتفاعلات حصلت مع أحداث رياضية كمان. هنحاول نفهم سوا إزاي المصدر بيربط النقط دي ببعضها. كويس جدا. طيب خلينا نبدأ بأحدث حاجة أعلن عنها. زي ما المقال بيقول، رمضان نزل بوست على إنستجرام عن أغنية جديدة اسمها أنا أنت. وقال إنها هتنزل يوم الأربع الساعة 4 العصر. بتوقيت مصر طبعا، وكتب معاها جملته المعروفة اللي هي ثقة في الله نجاح. بالظبط. والمقال هنا بيوضح إن الإعلان ده ماشي على نفس طريقة رمضان في التشويق لأعماله، يعني بيتكلم مع جمهوره مباشرة. فكرة التوقيت والجملة دي، المقال بيقول إنها بتعزز صورته كفنان، يعني ما بيوقفش الشغل وبيحافظ على تواصله مع الناس. تمام. النقطة التانية بقى اللي المقال اتكلم عنها ولفتت النظر بصراحة، هي لفتة رمضان للاعب الكورة شيكابالا، إنه أهداله أغنيته أنا رئيسها. المقال قال إيه عن الموضوع ده؟ المقال ربط الإهداء ده بشكل واضح جدا باحتفالات فوز الزمالك بالكأس ودور شيكابالا المهم في الفوز ده. منطقي. ونقلوا عن رمضان إنه وصف شيكابالا، قال عليه رئيس الفريق وصاحب المسيرة العظيمة. فده بيوضح، يعني حسب طريقة عرض المقال، إزاي رمضان استغل الحدث الرياضي الكبير ده عشان يعمل لفتة تكريم، وفي نفس الوقت يربط اسمه بالانتصار ده اللي ليه شعبية. يعني كأن المصدر بيلمح إن اختيار الأغنية دي بالذات أنا رئيسها للإهداء ده ما كانش صدفة؟ هل المقال اتكلم عن ليه اختار الأغنية دي تحديداً؟ هو ما اتكلمش بشكل مباشر قوي، بس ممكن نستنتج. المقال بيقول إن أنا رئيسها دي مش أغنية جديدة نزلت قبل كده على يوتيوب، وهي كلمات وألحان بجاد أسامة. تمام. وأنا رئيسها يا بابا، والمواضيع اللي فيها زي الصلابة والثقة بالنفس. فهمت. فيبدو كده إن المقال بيشاور على إن الرسالة دي بتاعة القوة والقيادة هي دي اللي رمضان كان عايز يربطها بشيكابالا وبالفوز الكبير ده. دي نقطة مثيرة بصراحة. إزاي إن كلمات أغنية قديمة ممكن تاخد معنى جديد خالص لما تتربط بحدث معين؟ وده اللي بين إن المصدر بيحاول يوضحه. طيب هل في أي تفاصيل تانية في المقال بتخدم الفكرة دي أو بتكمل الصورة؟ هو المقال مر على حاجات تانية بسرعة كده، يعني جاب سيرة أخبار تانية كانت في نفس الوقت تقريباً، زي مثلاً انتقاد من إعلامي لرمضان، أو إنهاء خلاف كان مع فنان تاني محمد التاجي تقريباً، وحتى خبر براءته في قضية قديمة بتاعت إهانة العلم. كل ده في نفس المقال؟ أيوة، ذكرها كده على الهامش جنب أخبار الأغاني والرياضة. فممكن نفهم من طريقة العرض دي إن كل الأخبار دي جزء من الصورة العامة اللي الإعلام بيرسمها حوالين رمضان، وهو بيتفاعل معاها بشكل أو بآخر. تمام. يبقى لو لمينا الخيوط دي كلها زي ما المقال عرضها، عندنا فنان بيعلن عن شغل جديد بطريقته المعتادة، وبيتفاعل بذكاء مع حدث رياضي مهم وشعبي عن طريق إهداء أغنية كلامها فيه قوة وقيادة. وكل ده بيحصل في وسط جو إعلامي عام فيه أخبار متنوعة عنه طول الوقت. بالظبط كده. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم، يعني السؤال ده بيطلع من طريقة تناول المصدر للمواضيع دي كلها، وهو إزاي التداخل ده المستمر بين الترويج الفني وبين بناء الصورة الشخصية والتفاعل مع الأحداث العامة الكبيرة زي ما المقال رصده، إزاي ده بيعكس استراتيجية تواصل أوسع بتستخدمها الشخصيات العامة دلوقتي في منطقتنا. يعني هل الدمج ده بقى هو الأساس عشان الفنان أو الشخصية العامة تحافظ على وجودها وتأثيرها؟ ده اللي المقال بيسيبه لنا نفكر فيه.